تقييم لعيبه الاهلي في ماتش بالميراث. طبعا زي ما احنا عارفين الماتش خلص 2-0. نيل اهم فتره تقييم اللعيبه. محمد الشناوي مفيش غير كورتين الجونين الصراحه ما يعملش فيهم اي حاجه ومحدش يقدر يلومه. جميع الكرات التانيه اتعامل معاها هياخد 5/10. اتنين الدفاع بتوعنا ياسر وداري. ياسر 5/10، داري 1/10. ومحدش يسالني ليه عشان احنا كلنا عارفين. يحيى عطية الله لسه راجع والكلام ده كله 3/10. ويعني ما انا مخنوق منك. هتقول لي مخنوق منك ليه؟ هقول لك برضو انت المساحات عندك النهارده كانت بايظه، بس انا هراعي انك لسه ما لعبتش ولسه ما دخلتش في الفورم. تمام؟ محمد هاني لو في حاجه يعني سالب 1,000,000/10 هنديها لك. انت يا ابني والله لا تصلح انك تلعب في النادي. والله يا جدعان هو هيبقى بلوجر جامد، ان هو ينزل يتصور كده مع البراندات هيبقى جامد يا جدعان، هيبقى جامد طرش، يصور مع التيشيرتات كده وهيبقى طرش يا جدعان في الموضوع ده. انما كرة قدم ما تنفعكش يا ابني، والله ما تنفع. سبحان الله، ربنا مش عايزني في المكان ده، يعني اعمل ايه طيب؟ هعترض؟ هقول لا؟ نص الملعب عندك مروان وحمدي الاثنين 3/10. الاثنين 3/10 يا مروان. قطعت لك كام كوره قدام ميسي اللي هو خلاص يعني الراجل بيشطب كوره وبيعتزل وشيدنا بيك وعلى راسنا، ما بتعرفش تطلع بالكوره. محمد علي بن رمضان يا ابني والله العظيم والله ياخد 8/10. وخد قلبي يا ابني والله العظيم انت هم ضيعوا مجهودك النهارده. كفايه ان بياخد الكوره اللي قدام، كفايه ان هو كل فكره اللي قدام. تريزيجيه 1/10 وما شفناكش في الملعب. ما شفناكش في الملعب، احنا مش هنضحك على بعض. زيزو 3/10 ما ظهرش اصلا. وسام ابو علي 1/10. بالنسبه للناس اللي نزلت قفشه وحسين ما عملناش علاقه بيهم. انا ليا 3 نزلوا فرقوا معايا جامد، او 2 3. عندك 2 نزلوا بن شرقي وجريديشار، وكمان 3 بيكهام. ال3 اللي نزلوا دول يا جماعه فوقوا الدنيا، فوقوا الدنيا. بيكهام يا جماعه يلعب مستريح، انت جايبه 10 سنه العبه يا عم، ما تطلعوش من الملعب. نفس الحوار بن شرقي يا جماعه، زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي قبل كده، بن شرقي ما ينفعش يقعد لتريزيجيه. جراديشار شفت يا عماد يا فضه مش يا عماد يا نحاس، انت موتت الراجل بسم الله ما شاء الله لما نزل عايز يلعب، عايز يضغط هنا وهنا وهنا وهنا. لعبهم يا عم الاثنين مع بعض. انت ساعات ما كنتش بتنزل اصلا جراديشار، رد عليه وش رجلي بلسه. فيا جماعه انا اتخنقت.